خاصه زيادين الانطلاق على مستوى خط الوسط بحث على حناش، ولكن في اخر المطاف جمية ابو سفيان الانطلاق بهذا الشكل، البحث عن التمرير الجانبي وفي جديد وداديه التغطيه من عناصر فريق كل فرص بالامكان الاستفاده منها تاتي من خلال الدوري الافريقي. كره ملعوبه اماميه من جانب حناش، محاوله الانطلاق البحث عن الانطلاقه الهجوميه، البحث الشرقي والتصويب ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. عمليه هجوميه كانت من ابو سفيان اللي يبحث على التصويب الامامي. لاعبين الكرات الطويله عناصر فريق انيمبا من الوداد، نكتشف معه فريق انيمبا والعوده ديالو على مستوى الساحه ليفتح خط الوسط مع تواجد الدفاع اللي يجي من جانب الفريق. شوفوا هنا الانسلال والدخول داخل منطقه تنفذ هذه الكره، خروج لواحد مقابل لا شيء. كره من جديد لصنعاء من جديد لتكون هجمه مرتده مضاده، كره اماميه في اتجاه ابو سفيان بعد ما كان تفوق امام الاسماعيلي المصري والنجم الساحلي. شوفوا هنا العمليه الهجوميه، الفريق اوريناتا يلعب الكره من جديد خلال المترابطات الصغيره ورفع الكره داخل منطقه الجزاء، تمريره ومعطئه ولحسن حد مطيع في الولاء الاولى، وايضا في الولاء الثانيه كيتمكن من انقاذ الموقف. حناش اعتقد انه ارتبك في التمريره ديالو الماضيه، الشيء اللي خلاه انه يمنح كره تحضير تمريره اماميه البحث عن الشرق البحري، فرصه وفينسنت انياما. الوقت اللي كنشوفوا هنا كره اماميه محاوله وفريق الوداد الرياضي، كره بو سفيان كيرفع الكره ديالو اماميه راسيه، كرة أمامية ثمار إمكانية الاستثمار من الانطلاقة ولكن في آخر بقوة، تمريرة جانبية راسية تأتي ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. واحدة من المحاولات، واحدة من الفرص. يوسف المطيع يلعب هذه الكرة في الخط الأمامي، بورانتي ينزل الرجال يسرى في آخر المطاف، وذلك الكرة ديالو في خط الوسط. يودو البحث عن إيكيني أواسي أمامية إنيمبا مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربة مرمى تأتي في هذه اللحظة الغربية، الانطلاق من بو سفيان يدخل داخل منطقة الجزاء، وفي آخر المطاف التغطية من جانب الدفاع. كرة وعملية هجومية والانطلاق على مستوى الشق الهجومي. أمامية حناش شرقي بحري ضيعة كيجوكي، كرة من حناش يرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، رأسية كرة ممتازة والهدف الأول يضيع. الوداد كان بإمكانه أن يضع الكرة الأولى في المرمى من أيوب العملود اللي كان قريب. كرة من الجهة اليسرى، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة فريق الوداد، الشيء اللي خلى فريق انيمبا يلعب هذا الاحتراز لفريق الوداد، حاضرا في المدرجات متابعا لتفاصيل المباراة. العملية الهجومية من جديد من الجهة اليسرى، البحث على الانسلام، يبني عمليته الهجومية بثبات. كرة أمامية مباشرة على مستوى خط الوسط من جديد للوداد، من كرة تنفذ دائرية ومحاولة والبحث من أجل الانطلاق في الخط الجديد. ودادية محاولة ممتازة، فرصة ضربة جزاء، ضربة جزاء للوداد، ضربة جزاء لا غبار عليها. الوداد يتحكم في زمام المباراة، والوداد يقترب من تسجيل الهدف، والوداد يحصل على ضربة جزاء في هذه اللحظات. أيوب العمل قدامه يحيى جبران، كرة في المرمى والهدف، هدف لصالح فريق الوداد الرياضي. الوداد يتقدم في مباراة اليوم، الوداد يتقدم في مباراة اليوم ويضع بصمته الخاصة، ويحيى جبران مش يؤكد على أن هنالك انسجام وهنالك سيطرة في هذه عملية هجومية. ومن جديد بو سفيان كيحاول يمر أمام جوج ديال اللاعبين بهذا الشكل، ضاعت رجعت لإنيمبا وتغطيه ممتازه. الكره عند حناش يلعب الكره ديالو الاقرب الحارس في الوقت اللي غنشوفوا هنا الانطلاقه الهجوميه لتصويبه وداكا اللاعب رقم 17 لا كيترك المهمه، ممكن يستفد منها ايوب العملود. كره تنفذ داخل منطقه الجزاء الشاكله، وبهذه الطريقه هذه كنشوفوا بان الكرات اخراج الكره مطلوب الان من جانب الشرقي البحري. بالفعل كيخرج الكرات الى الاختراق، البحث عن الدخول داخل منطقه الجزاء، تمريره هنا كتصبح هجمه مرتده، تنفذ هذه الكره جبران هادئ تماما في الخط الامامي. تلعب هذه الكره بهذه كيفيه تصويب اماميه المدرب عادل رمزي اكثر راحه لما لا. كره ملعوبه من جهه ايضا بادائه اللي كان جيد. هذه عمليه هجوميه يجب ابعاد الخطوره. ندخل غمار الجوله الثانيه، كره مباشره تعود مرة أخرى لتكون بهذا الشكل، تصويبة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، تصويبة من فافور إيزوغو.
خروج ايزي اللي نزل رجعت مرة أخرى في خط الوسط مثل هكذا خطورة ممكن. نعم التصويب طول هذه الكرة اتجاه القائم الثاني، تصويبة الأطراف تشتغل، تمريرة في اتجاه لاعب جنب تشيكوزي تشيليكوي. رجعت وداد كرة أمامية، تحضير بهذا الشكل من الشرقي البحري على فيريدي جورج كمدرب، وكرة أمامية يواصل المشوار عادل رمسي. طوب الشرقي البحري راسية مباشرة صوب الحنا، الكرة جات تصويبة أمامية مباشرة إلى خارج إنيمبا في المكان المناسب. هذا تحضير التصويب، تصويبها مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. 1-0 تقريبا 16 دقيقة على انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المواجهة. على المعترك ديال فريق الوداد هذه كرة أمامية مطولة، يعني أمر منطقي أننا نشوفوا التفوق بالنتيجة اللي كتنفذ هذه الكرة. تصويبة عن بعد، رجعت ودادي من الفراغات اللي ممكن ان يخليها فريق انيمبا. كره من جهه يوسفي يلعب فريق انيمبا من خلالها كذا مترابطات، ولكن في اخر المطاف فتح الشرقي